المرتشين المفسدين 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 الخائنين الخائنين الخونة الخونة البياعين البياعين الشياتين الشياتين المرتشين المرتشين البوتفليقة 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 الهردة الرابعة الهردة الرابعة البوت السريقة البوت السريقة البوت السريقة الحكم العسكر الحكم العسكر Dans le pouvoir المخابرات الانتخابات بنفليس التواتي حنون رباعين بوتفليقة المسرحية بوتفليقة السلطة العصابة الفساد المخابرات العسكر الفساد الحكومة الفساد المخابرات يسقط حكم المخابرات يسقط حكم العسكر. والآن رددوا معي أيها الرفقاء والإخوة شعار محبب لدي شخصيا ومتأكد أنه محبب لديكم كل أيها الشرفاء الأحرار. الشعب يريد إسقاط النظام. 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 الشعب هنا مجدا وتكتبون عزا لهذه الأمة، لهذا الوطن المحتل من طرف عصابة وورثة الكولون الذين استولوا على خيرات هذا الوطن وعلى خيارات هذا الشعب. إنكم تكتبون اليوم مجدا وعزا وتاريخا جديدا لهذه الأمة. بوركتم في هذا اليوم المشهود ولا تخجلوا من قلتكم، فالقلة هي التي تصنع المجد، هي التي تقود القاطرة، قاطرة هذا القطار الذي حتما سيركبه الكثيرون. بعض المترددين وبعض الذين أحرقت عقولهم والكثير ساوموا على ذممهم وعلى كرامتهم، ولكن لا تيأسوا، في نهاية المطاف سيلتحقون بركبكم وبقطاركم. إن التغيير قادم، أقولها للأجهزة الأمنية، لأجهزة المخابرات، للعسكر، للبوليس، إن التغيير قادم ولا يمكنكم أن توقفوا مسار هذا التاريخ. عبثا تحاولون، فالقاطرة انطلقت وستصل إلى نهاية مطافها. التغيير قادم لا محال، ولا جدوى من أن توقفوا وأن تدوسوا هذه الزهور التي أينعت في كل ربوع هذا الوطن. البوليس، دولة العسكر، البوليس، العسكر،
المخابرات، العسكر، الفساد، السلطة الاستبدادية، السلطة غير الشرعية، الانتخابات المزورة، المسرحية، النظام الفاسد، النظام المرتشي، المجرمين، القتلة، السراقين، المزورين، الفاسدين، الدياراس، المخابرات، العسكر. أيها المواطنون، يا أبناء واد سوف الذين تتفرجون على هذه الوقفة، لا تترددوا ولا تخافوا، إن جدار الخوف قد كسر. عليكم أن تلتحقوا بهذه الوقفات وتعبروا عن آرائكم بكل حرية وتتخلصوا من خوفكم. التحقوا بهذه الوقفات وبالتاريخ الذي تصنعه هذه الوقفات وهؤلاء المناضلين الذين جاءوا من كل ولايات الوطن ليرفضوا هذه المهازل. البوتفليقة، 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 الحق العون الحقراء، قول التهميش، قول التهميش، الحكم العسكر والحكم العسكر، البوتفليقة، البوتفليقة، البوتفليقة. رفاق الفقاقير يا سلال يا حقير، رفاق الفقاقير يا سلال يا حقير، رفاق الفقاقير يا سلال يا حقير، رفاق الفقاقير يا يحيى يا حقير، رفاق الفقاقير يا يحيى يا حقير، رفاق الفقاقير يا يحيى يا حقير، رفاق الفقاقير يا قول 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 يا حقير، رفاق الفقاقير. بوتفليقة، 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 عمار غول، السعداني، أو يحيى. سيد صالح، توفيق، كوفة، كوفة، يا سوف الأحرار، يا سوف الأحرار، يا سوف الأحرار، يا صانعين معركة هوتشيكا، يا شهداء بي تي في. أراكم اليوم راي الصحراء، راي في خطر، وراي ثروة تاعكم راي بعد، وراو الاستعمار على الأبواب. خلوكم ما يهمكم مش السلطة الحاكمة النهبة العصابة، راي نهب الثروة وبعت الأرض. يا أهل الصحراء راو الاستعمار على الأبواب، راو الاستعمار على الأبواب، راو هذا الشيء الذي يهدد فينا. تاريخية ولادكم، مسؤولية تاريخية نتاع مستقبل ولادكم والأجيال القادمة، راكم تتحملوها يا خاوتنا. راهو لازم هذا النظام لازم يرحل، راهو لازم يرحل بأي صفة، بأي ثمن. لازم هاد الفاسدين لازمنا ندحروهم ونزيحوهم من هذا التسلط اللي راهم مسلطين علينا. لازم تكونوا في الموعد، ولازم تكونوا مع الناس المناضلين هذو اللي راهم، هاد الشرفاء اللي راهم يدافعوا على هذا الوطن. راكم تتحملوا مسؤوليتكم التاريخية والإنسانية والأخلاقية والشرعية والمسؤولية الوطنية. راكم تتفرجوا على المناضلين. بلاش تراقي، جينا اليوم مدينة بشر بلاش تراقي، لنا الوقفة هذه بداية مرحلة الصمت من أجل تحرير الصحراء الجزائر. نحن نطالب بالتغيير، نحن ننشد التغيير السلمي، التغيير الشعب الجزائري تاكلوا في الغله وتسبوا في المله. نحن كحركة سلمية، حركة مواطنة، حركة الشعب الجزائري، نريد التغيير ونريد التغيير إن شاء الله. والقطار التغيير انطلق، ورانا نشوفوا في الناس اليوم في الوقفات اللي راهم يداروا في بعض الولايات. وإن شاء الله رانا مع هذه المزية
بالنسبه للقناه التصفيه رانا نشوفوا فيها زالت متوقفه. هذا انتهاك صارخ لحريه التعبير وحق الانسان التعبير عن رايه، انتهاك لحريه الصحافه، انتهاك لحريه الراي، وهذه ديكتاتوريه، هذا استبداد كبير، هذا حجره مورست على الشعب الجزائري من خلال اغلاق قناتها التي كانت منبر حر، التي كانت منبرا لاسماع صوته والتبليغ عن كل ما يجري ونقل انشغالات المواطن ونقل معاناته ونقل الامه. قناه الاطلس الحره فتحت ابوابها وفتحت منبرها لكل المواطنين. باسم الجزائر العميقه، عمق شعبها وعمق تاريخها وعمق جغرافيتها، نحن لا تهمنا المسافات ولا تهمنا التباعدات، نحن شعب واحد، نحن ننادي بالسلم بالوحدة لصنع المستقبل، لصنع المستقبل للجزائر. نحن نطالب بالوحدة الوطنية. اسماعيل، نحن اليوم في إطار تفعيل موقفنا الواضح فيما يخص المهزلة الانتخابية أو المسرحية كما سميناها. نحن جبهة رفض في إطار هذا التفعيل، في إطار تفعيل اليوم دعونا لوقفة وطنية يوم السبت 5 أبريل 2014، وهذا للتعبير بالطرق السلمية عن موقفنا الواضح، وهو موقف مقاطعة الانتخابات والمقاطعة الإيجابية بكل الطرق السلمية الحضارية. نحن اليوم قررنا موقفنا من الانتخابات موقف المقاطعة، وهذا بقناعتنا وتكريس في أذهان كل المواطنين بأن اللعبة مغلقة، وهذا لانحياز جميع مؤسسات الدولة للرئيس المرشح عبد العزيز بوتفليقة. لأننا اليوم نرى أن حتى فيما يخص تقديم ملفات الترشح لم يكن هناك تكافؤ في الفرص في تقديم الترشيحات، حيث نرى أن المؤسسات الدولة بما فيها المجلس الدستوري منحاز تماما للرئيس المرشح، بحيث نرى حتى أن عبد العزيز بوتفليقة لم يصرح حتى بحسابه البريدي أو بممتلكاته بأتم معنى الكلمة. ولهذا نحن كجبهة رفض قررنا الدخول في موقف المقاطعة، وهذا لأن اليوم بعد 52 سنة من الاستقلال من الانقلابات وتبين أن كل الاستحقاقات التي يتكلمون بها كلها في إطار تزويق للقوى الأجنبية ولا الرأي العام. الشهداء ماذا يقولون؟ لو أفاقوا هؤلاء الشهداء رحمهم الله تعالى ماذا يقولون عنا؟ نحن تقاعدنا كثيرا في حق هذا الوطن الغالي، ونقول الجزائر نخلع واللي مش هيخلع، الجزائر نخلع واللي مش هيخلع. سرقوا السلطة، سرقوا السلطة وسرقوا الثروة وسرقوا الثورة. ماذا وشفتنا احنا؟ ما ادينا والو، ادينا غير حبال، السجون والسنونات والتعذيب والتخويف والترهيب، هذا ما ادينا في هذه البلاد. لكن نحن ابناء رجال ونبقى رجال، ناكل الخبز والماء وندافع عن هذا الوطن ونموتوا من عزة الوطن، وما تخوف نحن قوة بغت داخلية او اقليمية او خارجية. نحن جنود الجزائر، نحن جنود الجزائر الذين يدافعون عن الحق ويدافعون عن شبابها ويدافعون عن ثروتها، ويرفضون السراقين، ونرفض السراقين الذين سرقوا ونهبوا وخطفوا وغشوا وزوروا ما خلونا والو. اشهد الله، اشهد الله ما ديرش الشتيره اللي بالطعن، وما زال ناضل ضد الحق ضد الحقره.
وضد الظلم وضد الفساد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى. رفض بأن تخاطب الأحرار والشرفاء سيدة مكافحة من أجل الحقيقة، ممثلة لتنسيقية المخطوفين والمغيبين قسرا من طرف أجهزة العصابة الحاكمة في التسعينات. سيدة تمثل صرخة الضمير الإنساني والوطني. هي السيدة فريدة أغليسي التي ممثلة المفقودين التي ستلقي أمامكم هذه الكلمة. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صوت أهالي مدينة والسوف، ومن هذا المنبر أقول نحن عائلات المختطفين والمغيبين قسرا وجودنا في شبهة رفض من أجل الحقيقة والعدالة، لأن قناعتنا أن ملف المخطوفين لا يسوى في ظل هذا النظام القائم، يسوى برحيل هذا النظام، لأن المجرم لا يحاسب نفسه. إذن فوجودنا في شبهة رفض من أجل إعلاء كلمة الحق، من أجل الوصول إلى الحقيقة، من أجل معرفة كل من غيبوا في سنوات التسعين في العشرية السوداء. لذلك فنحن نقول أن هذا النظام الفاسد أبكى ويتم طفل ورمل الآلاف من النساء. لذلك فوجودنا هنا من أجل رفع الظلم والغبن على جميع المختطفين. وأقول للجميع فإن كنت اليوم حرا طليقا فأنت مشروع الاختطاف. لذلك فوجود هؤلاء العصابة الظالمة يعني يجعلنا نثور ضد الظلم وضد الطغيان. بارك الله فيك. هذا نظام فاسد، نظام طاغية، حكومة بوليسية ونظام عسكري. تعجيل إيرانات كتلوا كانوا في واتسوق، كانوا المناكب كانوا هذه الولاية، خلاو ناس الجيران حجرة، كل شيء حرقوه خربوا ابنها. هذه فيها ناس يعني المخابرات الجزائرية، يعني اللي تحس في الوطن الوطني، تحس الشعب الجزائري وتقتلوا باش يبعدوا